اهلا بيكم مشاهدي الاباط متحدون ومشاهدي قناه الطريقه الفضائيه، مشاهدينا اللي مش طبيعيين بما انكم مصريين. طبعا اللي تابع امبارح نتائج الاستفتاء على مسوده الدستور المصري يدرك جيدا ان القياده التي تحكمنا الان، وكانوا طبعا من ضمن الناس اللي هم القيادات في اللجنه العليا للانتخابات واللي اعلنوا امبارح نتيجه الاستفتاء، شايفين ان احنا ناس مش طبيعيين، المصريين مش طبيعيين ولا وسائل الاعلام طبيعيه، لاني زي ما ذكروا امبارح الهيئه الموقره اللي طلعت وعملت المؤتمر ان ما كانش فيه ولا انتهاك واحد فقط في الاستفتاء اللي تم على مرحلتين بفارق اسبوع كامل بين الاثنين، واني طبعا اللي احنا نشرناه من انتهاكات سواء كان فيديوهات او كان من خلال شكاوى ناس او المحاضر اللي عملها البعض من المواطنين في المرحله الاولى او الثانيه ما هي الا محض تخيلات وتصورات للشعب المصري اللي ما بقاش طبيعي. اضافه كمان الى ان امبارح بعد ما طبعا اطمنوا انصار الرئيس الدكتور محمد مرسي، اطمنوا خلاص ان الدستور تمام ونعم بنسبه 63% وغيرها كتير، وان خلاص الدستور هيتم وهيمشي والمحكمه الدستوريه هتبقى وارده في علوه الجاكيته المصريه وفي عروه القضاء المصري، انصرفوا من امام المحكمه الدستوريه بسلام وخير. وطبعا اكيد حيهم العساكر اللي هناك لانهم صرفوا عليهم من يوم 2/12 اللي كان في انتظار الحكم بحل مجلس الشورى لغايه دلوقتي، صرفوا عليهم ترمس وفول وحاجه ساقعه وكشري على يدي. يعني انا كنت بشوف ده في الرايح والجاي امام المحكمه الدستوريه. النهارده في موضوع فرض نفسه علينا بشكل كبير، الا وهو الحكم الصادر تجاه متهمي ابو قرقاص المسيحيين العشره اللي هم طبعا منهم راح 8 العشرة فقط اللي هم متهمين في احداث ابو قرقاص المسيحيين باخلاء السبيل. هيكون معانا علشان نتكلم عن الموضوع الشائك ده جدا ونفهم بالظبط ايه معنى اخلاء السبيل وايه موقفهم القضائي الان، وهل هم يقدروا يروحوا ابو قرقاص ولا لا، وايه حالتهم الصحيه بعد حبس حوالي 20 شهر تقريبا الاستاذ منير سامي جرجس المحامي والمدافع الرئيسي عن متهمين ابو قرقاص المسيحيين طبعا اللي هم خدوا مؤبد في اول حكم. حاولنا النهارده ان يكون معانا بعض من الناس المفرج عنهم او المخلى سبيلهم، ولكن طبعا هم خافوا لانهم مش ضامنين ايه اللي ممكن يحصل لهم اثناء تنقلاتهم حتى داخل القاهره. ربما يكون في بعض الناس اللي عايزه تؤجج الاوضاع اكتر وتستهدف احد منهم فالموضوع يوسع ويكبر اكتر. اهلا بيك معانا استاذ منير، معانا النهارده في الاباط متحدون وساعتين على الهواء. اولا طبعا عايزين نقول مبروك لان الناس خدت اخلاء سبيل، اعتقد 10 صح انا قلتها ولا غلط؟ هم 10، هم 12 منهم 2 هاربين اللي هو المتهم الثاني يعقوب فضل عكوش والمتهم الثاني 10 سعيد وحيد الدين. يعني اللي هم فعلا خدوا اخلاء سبيل 10 بالظبط. 10. استاذ منير في البدايه كده احنا عايزين نعرف يعني ايه اخلاء سبيل، يعني اشرح لنا الشكل القانوني لفكره اخلاء السبيل لمتهمين ابو قرقاص بعد 20 شهر حبس. هو حضرتك الحكم صدر من محكمه غير عاديه وهي محكمه جنايات امن دوله عليا طوارئ. الاحكام التي تصدر من محاكم امن الدوله العليا طوارئ لا يطعن عليها بالنقد، ولكن يطعن عليها بشكل تظلم يقدم الى السيد رئيس مجلس الوزراء او الحاكم العسكري اللي بينظر فيه اما ان يقبلوا ويعاد محاكمه المتهمين مره اخرى تمام. او يتم التصديق على الحكم. تمام. فبعد صدور الحكم حضرتك في نهايه مايو 2012 أسرعت حضرتك بالحصول على صورة من الحكم وأعديت تظلمين. التظلم الأول كان مختص بالمتهم الأول الزميل الأستاذ علاء رضا رشدي، والتظلم الثاني خصيت به ال9 متهمين الآخرين وتقدمت به وإرادة الله. حضرتك قدمت بيه لأي جهة؟ للحاكم العسكري يا فندم. احنا بنروح نقدمه، حتى انا استعجبت لما رحت اقدمه في الحاكم العسكري وهم حاطين مجرد صندوق في عماره اسمها عماره إيزيز. العماره دي حضرتك متقاربه جدا من السفاره الامريكيه في جاردن سيتي. ما لقيتش حتى موظف، لمجرد موظف يستلمه حتى. تمام. لا احنا حطيناه في الصندوق وارسلناه وارسلنا دعوات كل المصريين. أنا مش هقول بس الأقباط، كل المصريين وإخواننا المسلمين الذين يعلمون جيدا أن الذين توفوا في هذا الحادث لم يكن هناك دور لأي من المتهمين ال10 الذي صدر عليهم هذا الحكم المغلظ في وفاتهم. تمام. اللي هم الاثنين متوفين اللي هم المسلمين. المسلمين.
تمام. حضرتك قدمت التظلم قدمنا للحاكم التظلم. العسكري، وكان الرد بعد قد ايه؟ وكان الرد حضرتك انا تقدمت بيه في غضون شهر 6 2012. 2012 وصدر قرار بإلغاء الحكم من مكتب السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتم مخاطبة السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وكان فحوى الخطاب نعيد لسيادتكم ورفق كتابنا هذا القضية رقم كذا 10379 لسنة 2011 جنايات أبو قرقاس، وذلك بعد عرضها على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وصدور قرار سيادته فيها بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى بالنسبة لجميع المتهمين. واختص الخطاب عدا المتهمين الثاني يعقوب فضل عكوش والثاني عشر سعيد وحيد ضيف لصدور الحكم بإدانتهما غيابيا، لأنهما كانوا غير ممثلين في أثناء تداول الجناية أمام. تمام، يعني إخلاء السبيل لل10 بس، مستثنى منهم الاثنين. الاثنين يا فندم. طيب دلوقتي في الاثنين الهاربين دول، ايه موقف يعني ايه الموقف القانوني منهم؟ وهل هم دلوقتي اذا سلموا نفسهم، هم اكيد كانوا خايفين او اي حاجه، يسلموا نفسهم، ايه موقفهم برضه؟ موقفهم تعاد محاكمتهم حضرتك معاهم مع ال10 يتقدمون بطلب، لأن الحكم ما زال قائم عليهم. لأن لما نيجي نقرأ صيغة الخطاب بالنسبة لجميع المتهمين عدا المتهمين الثاني يعقوب فضل عكوش والثاني عشر سعيد وحيد ضيف والمقضي بإدانتهما غيابيا. في صدور الأحكام في محكمة الجنايات العادية غيابي بيتقدم المتهم بطلب يلتمس فيه إعادة محاكمته، يعني إعادة إجراءات محاكمته. تمام. لأنه بتقديم الطلب يلغى الحكم الأول وتعاد المحاكمة من جديد. في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ حضرتك بيتقدم وبيقوم بتسليم نفسه على أساس تعاد محاكمته. تعاد محاكمته من جديد. والمفروض لازم تعرفوا الكافة أن هذا الحكم شمل المقضي ببراءتهم. يعني هيعاد محاكمة الجميع منهم الثمانية الإخوان المسلمين اللي خدوا براءة، الذي قضي ببراءتهم في الحكم الصادر في 31/5/2000. وعلى ما اتذكر ان في حلقتنا السابقه مع حضرتك ومع زوجة السيد علاء رشدي ان ال8 المسلمين اللي هم مجدى ببراءتهم دول مسجلين خطر ومجرمين، يعني ليهم جرائم كتيره، صواحف سوابق كتيره، يعني اقل واحد منهم عنده من 10 ل 15 سابقه. ده اقل واحد. فكلهم هيبتدوا ان هم يدخلوا تاني المحاكمه مره اخرى. محاكمتهم من جديد، ونحن نامل ان تكون المحاكمه بعد الالغاء حاله الطوارئ ان تكون امام دائره عاديه حتى نتمكن من دفوعنا سواء الشكليه او الموضوعيه، وحتى لا قدر الله، وانا اشك لانه ليس هناك في الاوراق دليل واحد يدين اي متهم من ال12 المسيحيين. المحكمة اللي هتنظر، يعني حضرتك لسه مش عارف لغاية دلوقتي إعادة المحاكمة هتبقى فين بالظبط؟ احنا بنأمل أن تكون المحاكمة داخل القاهرة. لأن احنا في بداية محاكمتهم بدأت المحاكمة في محكمة القضاء العسكري. تمام. أنا دفعت حضرتك بعدم الاختصاص وطلبت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات العادية على غرار ما حدث في جناية امبابة، جنايات امن دولة عليا طوارئ بتاع الفتنة الطائفية. تمام. قضي حضرتك بعدم الاختصاص وإحالة الأوراق برمتها إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ التي أعادت التحقيقات مع جميع المتهمين مرة أخرى وقدمتهما بنفس الوصف والقيد الذي سبق وأن أسبغته النيابة العسكرية على جميع المتهمين. يعني هم برضه هيبقوا قدام أمن دولة؟ لا. هيبقوا فين؟ احنا النهارده دلوقتي حالة الطوارئ تم إلغائها، وهذا الذي التفت عنه السيد رئيس المحكمة. يعني أنا تقدمت لي بخطاب صادر حضرتك من المجلس العسكري أثناء إدارته للبلاد، وقلت له يا فندم في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012. تمام. ده صدر حضرتك في 24/1 وتم العمل به من 25 يناير 2012 اللي قال حضرتك إنهاء
تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتبارا من الساعة 100 يوم 2 ربيع الأول الموافق 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة. وبالتالي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يناير وبدأ العمل به من 25. إذا أنا لما دفعت أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أن حالة الطوارئ ألغيت، إذا بأي نص قانوني يتم محاكمة المتهمين؟ تمام، يعني المفترض ان هم ما عادش محاكمتهم امام امن الدوله. كان يجب على السيد رئيس المحكمة والأعضاء السادة المستشارين أن يتم إحالة هذه الأوراق برمتها إلى محكمة جنايات أبو القاص العديد. تمام. لأن أنا النهاردة أنت بتفوت علي درجة من درجات التقاضي، لأن في صدور الأحكام من هذه المحكمة وهي جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لا أستطيع أن أتمكن من عمل نقض. وبالتالي أنا النهاردة لما أكون بتعامل أمام قاضي الطبيعي، قاضي الجنايات العادي، تمام، بيمكنني من الطعن بالنقض ويعرض هذا الطعن على خيرة قضاة مصر من المحكمة النقض. القضاة اللي هم ليهم باع طويل في القضاء الجنائي، تقدري تاخدي وتدي مع محكمة بتفهم قانون. وبالتالي أنا النهارده لما أتحاكم أمام هذه المحكمة أنت بتفوت عليا درجة من درجات التقاضي، لأن أنا بعتبر أن التظلم الذي يقدم للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أو الحاكم العسكري لا يدرس بجدية وبعناية كما تدرس الأحكام أمام محكمة النقد، لأن محكمة النقد كما تعلمنا هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع. هي تراقب الأحكام التي تصدر من محاكم الجنايات، عما إذا كان السيد المستشار والدائرة قد قضت طبقا لأحكام القانون أم هناك خطأ في تطبيق القانون. تمام، يعني احنا في النهايه بنامل ان هي تبقى في جنايات ابو قرقاص ان شاء الله. ان شاء الله تبقى كده، يعني طالما طبعا ده الوضع القانوني السليم للناس دي. استاذ منير، فتره السجن للعشره اللي حضرتك كنت بتدافع عنهم وما زلت طبعا، كانت عامله ازاي؟ يعني كتير بنسمع على ان القضايا بالذات اللي بتكون فيها فتنه طائفيه ومسيحيين ومسلمين ربما بتكون المعامله جوه السجن مش حياديه، لان يعني في النهايه هم بشر برضه، بيسمعوا بيشوفوا، فممكن ان هم يعني يتوجهوا ضد حد من المسجونين علشان هم قتلوا مسلمين زي ما متهمين بيه. امبارح حضرتك طبعا لما تم القبض عليهم تم القبض عشوائي على العشرة في هذا التوقيت كانت المجلس العسكري في يده الامور في البلاد. تمام. فتاخدوا حضرتك على السجن الحربي. لما تساءلت مع احد العشر، الاخ عبد الله الزعير واولاده، تمام، قالوا اللي احنا شفناه في السجن الحربي يشيب لي الولد في بطن امه من انتهاكات لا يستطيع العقل تصديقها. يعني قول لنا حضرتك نموذج منها يا استاذ منير. الصعق بالكهرباء. صعق بالكهرباء. انتهاكات لا يتخيل عقل في السجن الحربي. انتهاكات فظيعه لدرجه ان مجدي عبد الله ميخائيل اللي هو والده معاه، لانه المصيبه في الجنايه ان اسره كامله الاب و3 اولاد مع بعض فلت واحد منهم ما كانش يعني كان في البيت قافل على نفسه اللي هو عدلي. اما مجدي وعيد وعادل ووالده ابناء عبد الله قال ان انا عندي في المفاصل بتاع الركبه بالظبط تمام لا اقوى على الوقوف دلوقتي. يعني قالوا شافوا انتهاكات لا يتخيل العقل. في المقابل، وهذا يعني أنا عشان نكون منصفين، تم معاملتهم معاملة جيدة جدا داخل سجن ترى للفترة التي تم قضاءها داخل سجن ترى. قالوا بصراحة الأزمة كلها كانت في السجن الحربي. لا، كل الانتهاكات حصلت عليهم في السجن. وهقول لحضرتك على حاجة، هذه الانتهاكات لا تفرق بين مسلم ومسيحي. هذه انتهاكات قاعدة مسلم بها داخل السجن الحربي. كل من تقابلت معه كان في السجن الحربي
إبان الثورة وما بعد الثورة، كل من تم القبض عليه وأودع في السجون الحربية انتهاكات فظيعة. طيب هو عادة السجن الحربي بيروحوا يعني أي ناس من المحبوسين أو من المفترض بيهم إن هم يروحوا هناك؟ هل مثلا المتهمين بقضايا أمن دولة، المتهمين في أحداث طائفية، في إيه بالظبط؟ لا، هو أساسا السجن الحربي مخصص اللي بياخدوا فيه العقوبة لأفراد القوات المسلحة. تمام، يعني مش للمواطن العادي ولكن أصلا. في التوقيت التي تمت فيه أحداث الجناية اللي هي مطروحة اللي احنا بصددها، كانت مين اللي كان ماسك البلد؟ مجلس عسكري. المجلس العسكري. فكان الأغلبية طبعا أولا اللي كانت القضايا محالة إلى القضاء العسكري، وبالتالي يبقى علشان القضاء العسكري يكون هو المراقب على المتهمين، فكان بيتم إيداع جميع من هم متهمين إبان الثورة وما بعدها في السجون الحربية. تمام، فعشان كده طيب دلوقتي ال10 اللي حضرتك بتدافع عنهم ايه طبيعه وضعهم الصحي؟ يعني احنا كنا لما التقينا بزوجة السيد علاء ان هو حالته الصحيه مترديه في بعض المناحي، ال10 كمان بالاضافه للسيد علاء نفسهم وضعهم الصحي عامل ازاي؟ لما نيجي نمسك نقول ان الاستاذ علاء كان قد اجرى عمليه جراحيه في رجله اليمين على ما اتذكر، وكان يعني الحاله النفسيه يا استاذه بسام لمحامي ليه اسمه ومن عيله كبيره في البلد ان يزج بيه، كله ده عشان الانتخابات، كله ده عشان كرسي مجلس الشعب، علشان علاء يطير وعلشان علاء يبتعد عن الانتخابات، يحدث هذا التنكيل فيه هو وفي 11 أسرة أخرى. ملعونة الانتخابات، ملعونة الانتخابات اللي تعمل كده. فعلشان حضرتك المشكلة بدأت مشكلة بسيطة جدا، سائق ميكروباص داخل البلد وقف، دخل فيه توك توك من ورا، نزلوا الاثنين مشاجرة كأي مشاجرة عادية، انقلبت المشاجرة إلى مسيح ومسلم، قامت البلد ما عادتش، وهناك الكثير المتربصين بعلاء نفخوا في النار في التوقيت الذي لم يكن علاء متواجد داخل القرية. تمام. علاء وصل بعد ما المشكلة اتعملت، واللي ضرب واللي راح واللي جه، وعلاء وصل البلد من بين 11 ل 11 ونص، لقي ناس مستنياه في البيت علشان يجيب الجماعة اللي اعتدوا على الولد بتاع الميكروباص، تمام، ويعمل عملية صلح، يصلح العربية وينتهي الموضوع. لكن هو بعد كده أصبح المتهم الأول. جميل، لكن حضرتك برضو وضح لي طبيعة الوضع الصحي ليهم، وهل مسألة الوضع الصحي لبعضهم لو كان متردي قوي ده ممكن يساهم في تخفيف العقوبة عليه حتى في إعادة المحاكمة؟ أنا بقول حضرتك معنى إن في واحد مريض هذا ليس له دخل في تخفيف العقوبة خالص، ولكن بنشوف حضرتك في تطبيق القانون، يعني بنقول الرحمة فوق القانون. تمام. في بعض الأحيان في الجنح، تمام، يجي القاضي يقول لك وقد ناظرت المحكمة المتهم فرأت طاعا في السن مريض وأن تنفيذ العقوبة يودي بحياته، إما أن تنزل إلى الدرجة الأدنى في تخفيف العقوبة أو تديله حكم مع إيقاف التنفيذ. لكن الحالة الصحية مثلا لعبد الله عنده عنده الكبد، بيعاني من تدهور حاد في أنزيمات الكبد. تمام. فانوس بيعاني من أحد الكليتين، تعبان. دول اللي هم حضرتك الثلاثة، الأستاذ علاء وعبد الله وفانوس، اللي هم كانت حالاتهم الصحية تحتاج رعاية. يعني عبد الله بعض أحيان حضرتك قالوا لي إن هو كان بينزف داخل السجن، لأنه علشان يصل الكبد إلى تدهور، وهذا المرض محتاج رعاية، محتاج حضرتك تحليلات للأنزيمات الكبدية عشان أقدر أعرف أنزيمات الكبد متوازنة، فيها ارتفاع، فيها انخفاض، وهذا غير متاح في مستشفى السجن. طبعا. وده اللي أنا تقدمت بيه في طلبي للسيد النائب العام، وقلت له أنا لو ده توفى داخل السجن مسؤولية مين؟ وخاصة ان هم كمان قعدوا فترة مش قليلة، 20 شهر يعني فترة كبيرة جدا بالنسبة لهم، كمان فترة خاصة يعني كلها بمسألة المحاكمة وبداية طبعا تنفيذ العقوبة.
يعني ممكن حضرتك تقصد ان الثلاثه اللي هم السيد رشدي، علاء رشدي، علاء. والسيد فانوس، والسيد عبد الله، دول اللي ممكن حالتهم الصحيه تساهم في تخفيف العقوبه عليهم في اعاده المحاكمه. يعني اقول لحضرتك لما اللي هم يكون واحد الأسوأ. عنده الكلى بتاعته تعبانه، يعني ما هو ده ليس شيء ظاهر، لانه المحكمه بتقول ايه حضرتك؟ والمحكمه رأت المتهم. يعني بيبقى الاعياء باين واضح، ولكن ممكن نتقدم باوراق ومستندات تثبت بس طبيعه انا الوضع النهارده الصحي. مش حضرتك مش هيكون استنادي الى انه مريض والتمس تخفيف العقوبه، لا، حاكمني طبقا لما هو وارد بالاوراق. تمام. ما هو وارد بالاوراق حضرتك لحد اللحظه اللي انا قاعد فيه، انا مش عارف مين اللي قتل ومين اللي شرع في القتل. ان الوصف والقيد حضرتك، لو هقرا لك حاجه واحده بس حضرتك من الوصف والقيد، من المتهم الثاني وحتى الثاني عشر قتلوا كلا من فلان وفلان، معبد ابو زيد بعبد وعلي عبد القادر علي حسنين، وشرعوا في قتل كل من فلان وفلان. اذا من الذي قتل في ال 12؟ مين فيهم فعلا بالظبط؟ مفيش. من الذي شرع في القتل؟ انا مش هقول ان ده شيوع باكثر من 2 شيوع. تمام. انا عندي 12 واحد. طيب فين هي ادوات الجريمه؟ يعني فين ادوات الجريمه اللي تم ضبطها؟ ايه ده، هي مش موجوده؟ مفيش. يا فندم اللي محرز سيف بلاستيك، سبحان الله، سيف بلاستيك، وفرد خرطوش صناعه محليه يكاد انه لا يصلح للاستخدام. يعني انا بقول النهارده فضوا الاحراز. انا حضرتك منذ بدايه المحاكمه حتى صدور الحكم يا فندم ارجو بعد اذن معاليك، ده الف ب في القانون، ده من بديهيات المحاكمات الجنائيه ان يقوم السيد المستشار رئيس الدائره بفض الاحراز في مواجهه المتهمين ودفاعهم. تمام. لعلكم تتذكرون بدايه محاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ماذا فعل السيد رئيس المحكمه؟ جاب كل الاحراز وفضها في بدايه الجلسه، واثبت ما بداخل هذه الاحراز على ان تكون هذا، لانه لا يستطيع السيد رئيس المحكمه ان يفض الحرز في غياب المتهم اطلاقا. هذا يعرض الحكم للبطلان والعوار، وبالتالي انا لم تفض الاحراز عندي. انا لم تفض الاحراز عندي. ولما سالنا السيد ضابط المباحث اين هو السلاح؟ قال لك تخلوا عنه. تخلوا عنه فين؟ عاوزين نتخيل بقى بيوت القريه، بيوت متلاصقه متراصه، يعني هتخلى عنه هرميه على السطح بتاع جاري. من السهل جدا حضرتك، لان انا ما برميش مطوه ولا برمي حضرتك قطر صغير، انا برمي بندقيه آلية. لان لما سئل السيد محرر محضر جامع الاستدلالات الرائد حمدي رفعت ما هو السلاح الذي تم استخدامه، قال له بنادق آلية. فسأله السيد المحقق وكيل النائب العام وكيف علمت انه بنادق آلية؟ قال له لانه من الصوت، بحكمي انا ضابط شرطه، من الصوت بتقول ان دي بنادق آلية لانها بيبقى فيها المقذوفات باستمرار طالعه على طول. طب اين هي؟ كل ده مش موجود. اين هي؟ تمام. مفيش احراز ولا بندقيه واحده مع الكل. من الذي قتل؟ من الذي شرع؟ قول لي دليل واحد في الاوراق. هي دي المراره اللي في حلقنا. المراره، عارفه حضرتك لما تلي مثلا جنايه تتعرض عليك مقفوله، جنايه ما فيهاش ثغره تخش منها. انا شايف ان الجنايه ما فيهاش ثغره، ما فيهاش دليل واحد يدين واحد من ال 12. ومع ذلك قعدوا ال 20 شهر. ومع ذلك قعدوا ال 20 شهر. ومع ذلك قضي لاخواننا المسلمين المتهمين بالحرق والنهب والسرقه والاتلاف بالبراءه. انا نفسي حد يمسك الحكم الذي اصدرته المحكمه، حكم لا يمت الاحكام بصله. احنا تعلمنا من ان الاحكام بيكون ليها حضرتك مقدمات ووقائع، وان القاضي يسرد وقائع الدعوه في حكمه، وان يؤسس حكمه على اسباب قويه تقنع محكمه النقد. انا شايف الحكم حضرتك كل ما هو اتى في الحكم عباره عن انه سرد الوصف والقيد. سرد الوصف والقيد وقال لك ان المحكمه تقتنع وسكت. هذا هو الحكم الذي صدر بالحكم المغلظ اشغال شاقه مؤبده. انت عارفه يعني ايه اشغال شاقه مؤبده؟ على 8 من ال 12 او 9 من ال 12 في العقد الثالث من عمرهم. يعني واحد عنده 28 29
الكبير فيهم عبد الله 64، استاذ علاء 40 سنه، الباقي الاستاذ جمال 45 48، صفوت في نفس السن حضرتك 50 سنه، والباقي 28 27 25 29 وهكذا. لما تيجي تقول تحكمي على واحد باشغال شاقه مؤبده، حكمت عليه بالاعدام بالظبط، يعني اللي هي هيموت جوه السجن حتميا. تمام. طيب الهاربين دلوقتي حضرتك يعني شايف ان هم ايه الصح اللي المفروض يعملوه؟ يتقدموا حضرتك، يتقدموا يسلموا نفسهم وتعاد اجراءات محاكمتهم تاني على اساس ان هم يبقى فيه محاكمه للكل حضرتك، لانه هو الغاء الحكم الغاء شامل. تمام. عدا المتهم الثاني اللي انا قلت عليه والمتهم الثاني عشر اللي هم كانوا هاربين، هربوا لما شافوا حضرتك وسمعوا ايه اللي بيحصل للمتهمين. خافوا. مش خافوا، هم على حق. انا عاوز احط نفسي مكان واحد منهم. الناس بتتكهرب في السجن الحربي، الناس بينكل بيها، الناس انا عاوز اقول لحضرتك برضو ان بعد ما انتقلوا والحكم صدر بعدم اختصاص القضاء العسكري وتم النهارده في نقلوهم لسجن الترى. تمام. بعد الاحداث الاخيره بتاع ظهور الفيلم المسيء للرسول فصلوهم عن اخواننا المسلمين اللي هم متواجدين فيهم، او ممكن يكون متواجد في العنبر مثلا 20 واحد فيهم مثلا 15 مسلم و5 مسيحيين، لان برضو هذا الفيلم يعني قال لي احد المتهمين قال لي كان مسبوقون معانا واحد حرامي وجاي في اكتر من 20 30 سرقه بالاكراه، تمام، ومسجل خطر وما بيعرفش يصلي، ولما ظهر ده بدأ الدفاع وبدأ يبص لنا بصة تانية كمسيحيين، وإن المسيحيين هم المشتركين في إنتاج وتوزيع وترويج هذا الفيلم. فكان من المأمور الحكيم للسجن إن هو فصل بينهم المسيحيين بينهم علشان ما يبقاش فيه تناحر ولا خناق بينهم وبين بعض. بس زي ما حضرتك قلت حرامي ويعني وفي كل العبر وما بيعرفش يصلي، بس في مسألة الفيلم يظهر يطلع هو للأسف الشديد يا أستاذة بسام هذا ما استغلوه جماعة الإخوان المسلمين، تقول نعم تروح الجنة، تقول لا تروح النار، وسرقوا الناس في الاستفتاء بتاع مارس. صحيح. وأنا بقول حتى الاستفتاء الأخير لما قدمت الحلقة حضرتك للدستور لا أستطيع، لأنه ليس العبرة في النسبة اللي طلعها لجنة الانتخابات اللي هي ال 64 أو ال 65 أو حتى لو كانت 70، أنت بتطلع لي نسبة إيه؟ أنا عندي 51 مليون لهم حق الانتخاب، ما راحش منهم الذين أدلوا بأصواتهم 17 مليون. طبعا دي كارثة. 17 مليون منهم 7 قالوا نعم، منهم 7 قالوا لا، و10 قالوا. ال10 اللي قالوا نعم زيت، مش هنقول زيت وسكر، لا يفهمون معنى الدستور. بالظبط. هم الناس قالوا لهم قولوا نعم عشان تستقروا. انا عاوز اعرف، انا مستني، ونعم انا منتظر نعم للدستور عشان العجله. انا منتظر عشان اشوف اين هو الاستقرار. هل يا ترى الدستور ده هيرجع السياحه اللي انا عندي 12 مليون عواطل في البيت؟ هل يا ترى هذا الدستور هيعيد لنا الاستقرار الامني والاستقرار في الاقتصاد؟ ننتظر، احكموا. احنا لا اعتراض، اخوان المسلمين عاوزين احكموا، رجعوا الاقتصاد، وقفوا البلد على رجليها. انا لما اشوف بلد زي الجزائر حضرتك تعدادها لا يتعدى 8 9 مليون، ورصيدها النقدي في البنك المركزي 167 مليار دولار، واحنا 90 مليون، والاحتياطي بتاعنا وصل الى مرحله الخطر 15 مليار دولار. اين نعمل عمليه؟ ما فيش نسبه ولا تناسب من دوله 8 مليون احتياطها 167 مليار، ودوله 90 مليون احتياطها 15 مليار. ربنا يستر يا استاذ منير، ربنا يستر على المساله دي، لان فعلا واضح ان الكارثه الجايه هتبقى كارثه كبيره في الاقتصاد، ومن ثم يعني خروج بقى الجياع، خروج العشوائيات بقى اللي هي مش هترحم بقى، اللي هي يعني مش ترحم اي حد في طريقها. بس اقول لحضرتك على تعبير قالته لي ست يونانيه كانت في مقابله عندي في المكتب من اسبوعين، وقالت لي انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، البلد اللي عاش فيها المسيح اكتر من 16 شهر مش هيحصل له حاجه. يا رب نأمل ده. فانا متفائل، احنا برضه بنحاول، وان كانت الايه مباركه شعبي خاص
الياء هنا ياء التخصيص، شعبي اللي انا خصيته. ولكن احنا بنقول هذه البلد اللي زارها العذراء زارها المسيح وعاشوا فيها وتنقلوا بين ربوعها، ان شاء الله يا رب. هنعدي من عنق الزجاجه وهيعود الامن والاستقرار. وانا بقول للناس المتخوفه من المسيحيين، دي بلدنا. ولما عمرو بن العاص فتح مصر ما لقيش في مصر فرس ولا يونانيين ولا اتراك، لا، لقي مصر جواها مسيحيين. انا مش هقول اقباط لان كلمه قبط يعني مصري. تمام، صحيح. حينما فتح عمرو بن العاص مصر لقي مصر فيها ناس مسيحيين، فدي بلدنا. صحيح. ولن نترك بلدنا اطلاقا مهما حدث. وهنتذكر حضرتك قول داود النبي: لا تخف ولا تتزعزع لان الهك اذا زرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيان. اذا صرنا في وادي ظل الموت اللي احنا عايشين فيه، ظل الموت، الحروب، المشاحنات، كل اللي احنا عايشين فيه ده، لكن سيكون لكم ضيق في العالم وثقوا انا قد غلبت العالم. هي دي الوعود بتاع المسيح لينا. طب ده كويس قوي يا استاذ منير ان احنا انتقلنا للاستفتاء وكمان الجزء الديني. بما اننا بنتكلم على ان احنا مش هنسيب بلدنا، ايه اخبار متهمين ابو قرقاص في مساله العوده لبلدهم ابو قرقاص؟ انا كان عندي راي ان في هذه الامور بدات ناس تنفخ في النار في البلد، اذا كانوا من الجماعه السلفيين او من المتطرفين او من الاخوان المسلمين او من الناس اللي هي لا تريد للقريه الاستقرار. تمام. فبدا التنهال على مديريه الامن وعلى وزاره الداخليه العديد من الفاكسات. تمام. حتى ان احد اللواءات وانا على علاقه جيده بيه قال لي وصل ما لا يقل عن 1600 فاكس. فعشان الامن تمام ما يتحطش فيه مأزق قال لهم اهدوا والامور تهدى. ولكن لحد امتى؟ هل نقدر نقول ان الاولاد ال 12 دول يظلوا بعيدين عن الوطن، بعيدين عن القريه عن اللي مكانهم. عاشوا الله، ودي ما لهمش شغل غير فلاحتهم؟ يعني الاغلبيه منهم اصحاب اعمال. عبد الله واولاده بيتاجروا في المواشي وعندهم مصانع بلاستيك لتدوير البلاستيك، وبيتاجروا في العلف الخاص بالمواشي. فانوس وقرايبه برضه بيتاجروا في المواشي حضرتك. الباقين حضرتك ليهم اعمالهم. يعني انا مش هقول، لما نقول منهم مثلا الاخ صفوت ده امين مكتبه في مدرسه اديب وهب الاعداديه، تمام. نقدر نحوله ونجيبه هنا. الاخ الثاني اللي هو كان الايد اليمين لضابط المباحث اللي صوروا في تحرياته انه بلطجي وبيحرز ويحوز اسلحه ناريه، اللي هو جمال فؤاد ملك. تمام. اللي هو بيعدل لك الفيش والتشبيه لكل المتهمين اللي بيقبض عليهم عشان تعرف الراجل ده مسجل ولا مش مسجل. وصفته بهذه الاوصاف في تحرياتك، يبقى انا بقول لك انت ضابط مباحث غير كفء. انت ضابط مباحث ما تستاهلش ان تكون ضابط مباحث. لان هو كان سايبه بيشتغل. ازاي النهارده يبقى بهذا واحد بيعمل معاك اوضته ملاصقه لحجرتك على طول مباشره في مركز شرطه ابو قرقاص وتصف في تحرياتك بالبلطجه واحراز السلاح والى ذلك؟ تمام. يعني هم دلوقتي اللي عندهم فلاحه ومصانع واعمال في ابو قرقاص وكلهم غير قادرين على الرجوع لابو قرقاص. في هذا التوقيت ليه؟ في خوف من ايه؟ خوف من واحد. انا اقول لحضرتك على حاجه، واحد يتزق على واحد منهم لانهم هم معتقدين ان ممكن يكون احد من المتهمين ال 12 هو اللي ضرب. تمام. هو اللي ضرب، يضربوا حد يبقى دخلنا في نفق مظلم. فاحنا عاوزين نقول الامور تهدى. ولكن انا يعني مجرد طرح عاوز اطرحه ان عقلاء القريه من الجانبين، من المسلمين ومن المسيحيين، تمام. وما اكثر العقلاء في قريتنا. ليه انا بطرح الطرح ده؟ ليه؟ تمام. لان دي قريتي والمتهمين دول اهلي وناسي وحبايبي اللي اتربيت فيهم لحد ما خدت الثانويه العامه في قريه ابو قرقاص البلد. لم اخرج من القريه الا على الجامعه. فانا حزين لما انتقلت للقريه وشفت البيوت المهدمه والبيوت المحروقه والدمار. ده ممكن يتعوض، لكن النفوس
اللي شالت من بعض. احنا بنعمل مع بعض كلنا مسلمين ومسيحيين، واذا كانت الاغلبيه في القريه مسيحيين، لان انا لو دورتي حضرتك في قرى مصر من اسكندريه لاخر حدود مصر، مرسى مطروح وليبيا، مش هتلاقي قريه فيها 6 كنايس تمام اطلاقا، هو جامع واحد او جامعين. وبالتالي حضرتك لم يحدث قبل هذه المصيبه اللي قسمت البلد نصين. اتحدى اي حد يطلع يقول ان هناك خصام او شجار او لمجرد خناقه بسيطه حدثت ما بين مسلم او مسيحي في القريه، لم يحدث يا فندم اطلاقا. ولكن الغرباء والدخلاء اللي جم من خارج القريه من قرى مجاوره ومسجلين خطر، يعني تلاحظي حضرتك من ال8 المتهمين فيهم ناس مش من القريه نفسها، تمام من اخواننا المسلمين. يعني المتهمين المسيحيين كلهم من القريه، لكن التانيين اغلبيه منهم مش من القريه. وده ربما يوضح ان في حد زقهم، او في حد زق الاحداث في ابو قرقاص انها توصل للتصعيد ده. من حرق ومن تسبب في الكسر وفي الاتلاف وفي النهب وفي السرقه لم يكونوا من مسلمين القريه. مسلمين القريه ناس محترمين وبسطاء متعايشين. انا مش بقول لحضرتك عن قريه انا سامع عنها، عن قريه انا عشت فيها لحد ما خدت الثانويه العامه. كل اخواننا المسلمين متحابين. انا حضرتك في وفاه والدي، الكلام ده كان في 92، المسلمين عن بكر ابيهم جم عزونا وبيشتركونا في كل حاجه. ما شعرناش يا فندم. احنا عندنا في الشارع اللي انا كنت ساكن فيه عندنا 3 اسر مسلمين، ما شعرناش في يوم من الايام ان في فرق بيننا يا فندم اطلاقا، لم يحدث. ايه اللي حصل؟ لان انا بقول حضرتك دايما ان اللي عاوز يقسم البلد دي نصين يلعب على حاجه واحده بس، على الفتنه. صحيح، اي حاجه على الفتنه. ولكن برضه مش هيفلحوا. حكم مؤامرات اتحاكت بهذه البلد وربنا بيقف وبتتكسر كل هذه المؤامرات على مصر، لان مصر اللي جت فيها ال3 ديانات، المسيحيه والاسلاميه واليهوديه، مصر بخير وتعود كما كانت. لكن هل حضرتك مثلا بتحاول تعمل دور وساطه مع المحافظ، هو ده اللي احنا بنقول عليه، مع القيادات الاسلاميه عشان يقدروا يرجعوا؟ ده اللي بنقول عليه. انا منتظر برضو المهندس مايكل منير ان يعود من سفره، ونتقابل مع المحافظ ونحط النقط على الحروف، وزي ما بديت مع حضرتك قلت لك نجيب العقلاء في البلد ونبحث ونفتش وندقق مين اللي كان سبب في هذه الفتنه، مين اللي ورا الحاجات دي. هل يا ترى علشان يبعدوا الاستاذ علاء عن دخول الانتخابات؟ وانا كنت دايما اقول للاستاذ علاء، يا استاذ علاء ارجوك، اللي عاوز الحزب الوطني هيجيبه. هو دايما كان يخش اعاده مع اللي هو فاروق عبد الله، ياخد ده 13000 والثاني ياخد 12000، تخش اعاده فاروق طه ياخد 50000 وعلاء ياخد 2000. اذا مش عاوزينك. يعني انت النهارده الحزب الوطني عاوز شخص معين. هناك ابجديات الديمقراطيه غير متاحه في الانتخابات. طب احنا تخلصنا من النظام اللي كان ما فيهوش ديمقراطيه، النظام اللي كان بيسرقنا بحرفنه. انت النهارده بتسرقيني علني. ما يتبعوه الاخوان المسلمين حاليا في الترويع ويقولوا لا احنا ما عملناش، لا، واحد يطلع الصبح يقول ده حصل والتاني يطلع يكذبه بعد الظهر. صحيح. فهذه الحاجات دي طائفه او فئه او جماعه تعمل في سراديب تحت الارض لمده 80 سنه، لما تخرجيها للنور، لما تطلعي حضرتك من الظلام للنور، تقعدي فتره حضرتك علشان تقدري يعني تتكيفي مع وضع الاناره. صحيح. هم مش قادرين يتكيفوا، هم خرجوا من السراديب الى النور فجاه. انا اللي في اعتقادي حضرتك ان هم مش مصدقين. يعني جماعه الاخوان المسلمين هم في حلم، لانه من شهور معدوده كانوا متواجدين داخل السجون. ان يحدث ذلك انا برجوهم ان روح الانتقام ما تتملكهمش، ان يكون هناك للاسف الشديد. هل يا ترى في قاموس الاخوان المسلمين حاجه اسمها وطن؟ في حاجه اسمها بلد؟ ولا تعلو كرامه الجماعه
السمع والطاعة. انت بتشوفي حضرتك في التنفيذ تنفيذ اعمى. صحيح. لما تشوفي عند الاتحادية الناس اللي دخلت ها الله اكبر، انت داخل فين؟ يعني ايه الله اكبر؟ المارش العسكري. المارش العسكري اللي انت بتعمله ده. نرجع بقى بالذاكره القضيه اللي اتهم فيها خيرت الشاطر من نشيات الازهر. صحيح. هل ده كان حقيقه وطلع قال انا كنت مظلوم ولا مش حقيقه؟ لا، الايام بينت ان كان هذا حقيقه وكانت هناك ميليشيات. هذه واحده. الواحده الاخرى انا النهارده بكبر على مين؟ بكبر على ايه؟ خلاص، بدل ما نيجي نقعد النهارده نقعد في الشوارع نضرب في بعضينا ويسيل من الطرفين. انا مش مصدق ان اللي بيحصل في الشوارع ده ان مصري بيضرب مصري. اوكي، اللي عاوز يجاهد جاهد يا عم في اسرائيل، بينك ما بين حدودها ما فيش امطار، روح جاهد عند اسرائيل. لكن ما تجاهدش وتضرب اخوانك المسيحيين، ما تحرق لهمش كنايسهم، ما تعتديش عليهم، ما تقولش ان اموالهم واعراضهم غنيمه لنا. لا، اذا كنت عاوز تطبق الشريعه الاسلاميه، انا راجل قبطي او مسيحي، انا بقول لك انا موافق على تطبيق الشريعه الاسلاميه، ولكن شريعه محمد بن عبد الله وليست شريعه محمد بن عبد الوهاب اللي جايه لنا من السعوديه. وانا اتذكر التعبير اللي قاله المهندس عدلي ابدير الف رحمه عليه لما قال لك مصر تنتظر قدوم التيار الوهابي اللي احنا عايشينه، اللي اتقال وانا سمعته بوداني في مؤتمر الاقباط في امريكا في 2005. التيار الوهابي اللي احنا بنخاف منه. صحيح. اطبق الشريعه الاسلاميه بتحفظ لي كنايسي وبتحفظ لي عرضي وبتحفظ لي اموالي وبتحفظ لي حاجات كتيره قوي قوي قوي. الفهم الصحيح للشريعه. فهم. صحيح. طبق لي ما ورد عندك في القرآن. تمام. طبق الشريعة الصح. لكن الشريعة اللي هي تروح تهد كنيسة وتصلي لي المغرب قدامها وتقول لي لا يجوز وجود كنايس للنصارى، وأنا ضد كلمة نصارى. تمام. للمسيحيين في دولة مسلمة. هي الدولة دي، هو احنا المسيحيين بتوع مصر جم حضرتك هاربين من أحد الدول المجاورة. انت جيت عندي، انت جيت دخلت مصر لقيت مصر مسيحيه. تمام. وستظل مسيحيه الى يوم الدين. ولا يستطيع احد في مصر انه يقول ان ستظل مسيحيه تاريخا، يعني في تاريخا وقولا وفعلا. ولا حد يقدر يزايد على وطنيتنا لبلدنا. واتذكر التعبير دايما اللي بيقولوه كل الناس، ان البابا شنودة الله يرحمه قال لك ان مصر، نحن لينا نعيش في مصر ولكن مصر تعيش جوانا. اللي سافر بره يعرف يعني ايه معنى قيمه مصر. رغم الزحام ورغم شوارعنا الغير نظيفه ورغم سلوكياتنا التي لا يستطيع تصديقها بشر، السلوكيات اللي موجوده، لا عندنا سلوك احترام الاخر، ولا عندنا سلوك المحادثات، ولا عندنا سلوك ازاي ناكل، ولا عندنا سلوك ازاي نشرب، ولا عندنا سلوك ازاي نقضي الويك اند بتاعنا، ولا عندنا سلوك ازاي نمشي في الشارع. سلوكيات معدومه. صحيح. اجدادنا تركوا لنا اثار وتركوا لنا تاريخ. للاسف الشديد احنا مش عارفين نحافظ عليه. صحيح. تركوا لنا الهرم مش عارفين نحافظ عليه. انا ما اقولش هم اجدادنا ما بيطالبوناش نعمل لهم هرم زي ما هم عملوا هرم. تمام. لا، احنا يطالبونا ان احنا نحافظ عليه، احنا مش عارفين نحافظ عليه. احنا ده لو ما هديناهوش حضرتك ده لو ما تهدش وقالوا ان ده صنم. وارد على فكره، وارد. ما هي فعلا كلها حاجات. في هذا التوقيت اللي احنا عايشين فيه للاسف الشديد وارد. واتذكر مقوله لناس سمعتها من يومين ثلاثه عنه، قالوا مبروك على فلسطين خدت لقب دوله. تمام. ومبروك على مصر سقطت من عداد الدول. لما تيجي حضرتك النهارده احنا لم بيقولوا دوله رخوه، هي فين الدوله؟ هي اصلا مش موجوده. دوله رخوه يبقى وجود للدوله. اوكي، بس دوله رخوه يعني ايه؟ يعني فيها لا مبالاه، فيها اهمال في بعض المؤسسات. انت عندك اهمال على جميع المؤسسات. صحيح. ان تطعن في القضاء، انك تهدي عرش القضاء، انك تستهدفي القضاء، انك تعمل لي اعلان دستوري علشان تطير لي 8 من قضاة المحكمة الدستورية. صحيح. انك تعمل لي اعلان دستوري علشان توقف يا استاذة بسنت 60 محكمة دستورية على مستوى العالم.
وقفت أعمالها تضامنا مع المحكمة الدستورية في مصر. العديد من المحاكم الدستورية على مستوى العالم، محكمتنا الثالثة على مستوى العالم. أنا هقول لحضرتك 60 محكمة علقت العمل تضامنا مع المحكمة الدستورية المصرية. إذا كم العدد على مستوى العالم كله؟ علشان لا أفتي وما أقولش الرقم أنا لا أعلمه جيدا. صحيح. كام على مستوى العالم محكمة دستورية عشان نبقى إحنا الثالث؟ أكيد عددهم قليل، وإحنا يعني مش عارفين، بس خلاص نتمتع بقضاء نزيه وبقضاء يعني مش عاوز أقول مستقل، ولكن في درجة الاستقلالية، ولكن في ظل الظروف اللي بيعمل فيها القضاء فهم أبطال. الرواتب المتدنية. طبعا. هو احنا بس معانا مداخلة من الأستاذ روماني ميشيل المحامي. أهلا بحضرتك يا أستاذ روماني. أهلا أستاذ بسنت، وأهلا بيكي وأهلا ضيفك الكريم. مساء الخير. برنامج متميز وإعلام متميز أخبار متحدة. تمام. الحقيقة أنا كنت بالصدفة حاليا وكان نفسي أحضر البرنامج الأول، إن أنا دايما بحرص على إن أنا أستمع لأخبار متحدون وأستمع للبرامج الجميلة اللي تقدموها. فسمعت الأستاذ الكريم الضيف، وطبعا في أسلوب يعني بيعتبر استنكاري، بيحاول إن هو يستنكر يعني ما يحدث في نقول نحن مع تطبيق الشريعة الإسلامية. أولا إحنا مش ضد الشريعة هو المفهوم السليم للشريعة، يعني هو أستاذ منير يقصد كده. أنا عايز بس أوضح نقطة، وأنا مش بختلف معاه، أنا بقول إن هو أوضح نقطة بس. بقول إن إحنا هذا الكلام عندما يؤخذ يقول أدي المسيحيين أو النصارى بيطالبوا بتطبيق الشريعة، وهذا الأمر خطير جدا. إحنا لسنا ضد الشريعة، ولكن تطبيق الشريعة في بلد تتعدد فيه الأديان أمر غاية في الصعوبة، لا سيما أن هناك بعض الآيات القرآنية موجودة في القرآن الكريم والتي تقول الكفر الذين قالوا أن المسيح هو الله. فسوف يخرج علينا من هم الآن يحكمون أو من يحكمون، يعني هم برضه محكومين بناس من بره. فيجي بعد كده لما يجي نطبق الشريعة واحنا نوافق على هذا التطبيق اللي هو لن يطبق الا بمفهومهم. يعني خلي بالك الاستاذ الزميل الموجود لازم يفهم حاجه مهمه قوي، ان عشان تطبق الشريعه الاسلاميه صح بمفاهيمها الصالحه لابد ان هناك رسول نازل من السماء، او ياتي النبي، او ياتي شخص بلا اهواء او بلا اغراض يطبقها. ولكن للاسف كل الموجودين هويتهم معروفه، تاريخهم معروف، تاريخهم سلبي، تاريخهم عنف. فهذا الامر بس حبيت اوضحه، ان احنا بنرفض تماما في ظل التعددات الدينيه موجوده تطبيق الشريعه علينا كأقباط. انا بقولها علينا وبقولها بصفه ان انا في منتمين جماعه المسلمين أقباط معانا. بنرفض تماما تطبيق الشريعه الاسلاميه علينا كأقباط في مصر. اللي عايز يطبق عليه الشريعه يطبق، يعني اللي عايز يطبق. الشريعه احنا بنحترمها جدا، ولكن لما تيجي تطبق عليها الشريعه تقول كفر الذين قالوا هي الشريعه فعليا مطبقه في مصر يا استاذ روماني في بعض في كثير من الاشياء، يعني هي مطبقه في مثال مش مطبقه. مع احترامي للاستاذ روماني، انا النهارده بس يا جماعه انا هترك المكان ليكم وهنسحب، مش اعتراضا، لا هنسحب عشان ما اطولش عليكم. تمام. لكن بقول بالفعل خطر جدا ان هناك دعوه مرفوعه ضد احد الاقباط بازدراء الذات الالهيه على اساس ان احنا بنقول ان السيد المسيح هو الله. احنا في مرحله خطيره جدا، لازم نحافظ على الفاظنا وعلى تعبيراتنا حتى لو كان اسلوب استنكاري. لا نقول احنا مش ضد الشريعه الاسلاميه، ولكن في هناك بعض تمام. وجهه نظر حضرتك وصلت يا استاذ روماني، وجهه نظر حضرتك. انا استولت واشكر الزميل. طيب شكرا جدا لحضرتك. يعني هو يعني تعليقا على ما قاله الاستاذ روماني، انا بقول الشريعه مطبقه بالفعل. بالظبط. هو زميل محامي، عاوز اساله لما بتروح حضرتك ترفع او تعمل تقديم طلب للسيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية لضبط مادة الوراثة بالبلدي عشان تعمل عليها وراثة، تمام، أنت ما بتطبق الشريعة. صحيح. بيقول لك الذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا. طيب أنا عندي ويتم التعامل مع الأم كدرجة ثالثة بعد العم، بعد الأب والعم، أب الزوج والعم، ودي شريعة. أنا كنت بقول إيه؟ بقول أنا لست ممانع من تطبيق الشريعة. الشريعة مطبقة بالفعل، هذه واحدة. الواحدة الأخرى حضرتك، إذا كنا هنظل على هذا المنوال تحرق بيوت المسيحيين وتهد كنائسهم،
لا، طبق الشريعه واحمي لي كنايسي واحمي لي اعراضي واحمي لي اموالي. اذا كان تطبيق الشريعه في مصر هيحميني، هو تطبيق الشريعه اذا هم طبقوا الشريعه الاسلاميه، اذا كان هو بيعترض او فهم بمفهوم المخالفه ان انا بقول انا موافق لتطبيق الشريعه، الشريعه مطبقه بالفعل. اما الذين ينادون الان يقول الشعب يريد تطبيق شرع الله، هو دلوقتي انا عاوز اتساءل معلش، انت دلوقتي النص الماده الثانيه ما موجوده في الدستور، تمام، لم تغير. نص الماده موجوده ان الدوله اسلاميه واللغه العربيه هي اللغه الرسميه. وبالتالي لما يقولوا لي لا الشريعه مطبقه يا فندم في كل مناحي هو الحياه، بس اعتقد ان استاذ روماني يقصد فكره الشريعه من منظور الوهابي، يعني هو شايف ان الدنيا دلوقتي بقت وسعت قوي، وان الناس بقت بتعتبر ان الشريعه بالمنظور الوهابي هي الشريعه التي ينبغي ان تطبق. انا اللي قلته يا فندم، انا عاوز احنا لا شريعه فاهمين محمد طبعا. بن عبد الله وليس شريعه محمد بن عبد الوهاب. وهي بالفعل مطبقه. انا يعني. يشاركني كثير في هذا الراي، انا ما بقولش تعالوا طبقوا عليا الشريعه الصبح. تمام. اذا كان تطبيق الشريعه هيعيشني في امان وفي امن بعيد، لانك ما تجيش تطبق عليا زي ما قال كفر الذين قالوا ان المسيح سلم. اوكي انا معاك في دي، ولكن طبق عليا ليكن دينكم ولي دين. تمام، خلاص تمام. طيب استاذ منير، يعني في نهايه الحلقه عايزين بس حضرتك توجه رساله للعشره اللي بتدافع عنهم وللهاربين ايضا في نهايه الحلقه، يعني يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي في الفتره الجايه؟ والله من يكون في نوع من الحذر، بلاش المبالغه في الفرح، لانه النهارده هناك على الطرف الاخر ناس جهله، ناس غير متعلمين، ناس غير اسوياء، ناس بتنفخ في النار. هم طلعوا لا الذي يجهل القانون يقول لك خدوا براءه وخرجوا. لا، هم لم يحصلوا على البراءه بعد. كل اللي حصلنا عليه هو الغاء الحكم الصعب اللي صدر ضدهم، ولسه في اعاده محاكمه تاني ليهم. احنا بنطمع في ان تطبق القوانين وان تطبق النصوص القانونيه تمام من الاوراق المطروحه، وبالتالي يحصلوا على البراءه، لان ليس هناك دليل ادانه وحيد. عاوز ان هم يحترسوا في تنقلاتهم، في خروجهم، في دخولهم، لان انا لا استبعد ان يكون حد متربص بيهم. وارد جدا، لان الاثنين اللي ماتوا ولحد دلوقتي في ناس بتدعي ان هم اللي قتلوهم، ناس من ضمن ال 12 تمام. ما عينوش حد بعينه، ما قالوش المتهم الاول ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا الاخير، لا الجماعه المسيحيين قتلوا الاثنين المسلمين. تمام. وانا باؤكد على ان المسيحيين ال 12 لم يكن لهم دور في وفاه الاثنين اخواننا المسلمين علي عبد القادر ومعبد ابو زيد معبد. عشان كده انا بقول بطرح جلسه عرفيه نجتمع فيها العقلاء ونبحث مين اللي دخل وسطنا، مين اللي شق البلد، تمام. مين اللي يعني بعدنا عن بعض، عشان نقدر الهاربين. عاوزين نعرف. الحكومه لحد دلوقتي مش عاوزه تعرفنا مين الطرف الثالث. ما هو الطرف الثالث بيحكم للاسف الشديد، يعني الطرف الثالث مين الله اعلم. عشان كده دايما انا بقول حضرتك يا ريت، طب لما كانت بتطلع المظاهرات، تطلع المظاهرات الاتحاديه يوم الاثنين او يوم الثلاث على ما اتذكر قاربوا 700,000. ما فيش حضرتك شجره اتكسرت. طيب تاني يوم لما نزلوا الاخوان ايه اللي حصل؟ حصلت مذبحه. انا بقول لحضرتك لما راحوا الاخوان حضرتك والسلفيين او الاخوان وتظاهروا امام جماعه القاهره، عدى اليوم بسلام. انا عاوز اسال ليه لما الطرفين بيتقابلوا بتحصل مجزره؟ ليه لما الطرفين يتقابلوا بتحصل مجزره؟ مين هو الطرف الثالث؟ مين اللي قتل الناس في ماسبيرو؟ مين اللي قتل الناس في موقعة الجمل؟ مين اللي قتل الناس في محمد محمود؟ ليه لما الاخوان المسلمين يمتنعوا عن نزول الشارع مفيش حد بيتجرح؟ انا عاوز اعرف بس هل يا ترى في طرف ثالث ولا لا؟ الجنود اللي ماتوا وهم بيفطروا في رمضان مين اللي موتهم؟ انا بتساءل مع الرئاسه وبتساءل مع السيد رئيس الجمهوريه، مين اللي موت اولادنا على الحدود؟ مين هو؟ تمام. مين اللي فجر انابيب الغاز؟
مين اللي موت الناس في ماسبيرو؟ مين اللي حرق كنيسة سول؟ لو حضرتك حد قبض عليه وقدم للمحاكمة لا يجرؤ آخر ولا يجرؤ أحد كان من كان إنه يتعدى على كنيسة برمي طوبة مش يحرقها. كنيسة سول تقدمنا بسيديهات بالصوت والصورة ولم يقدم أحد للمحاكمة. تمام. زي ما حدث في امبابة، زي ما حدث في العمرانية، زي ما حدث في أسوان، زي ما حدث في سول، زي ما حدث في عديد من القرى، تعديات وانتهاكات. تمام. ماذا فعلت الحكومة؟ لم شيء، وسوف يكون أزيد وأزيد إذ لم يكن هناك. لما بيقولوا إحنا عندنا دولة رخوة، إحنا حاليا ما عندناش دولة. تمام. حاليا ما عندناش حكومة، ما عندناش حاجه خالص. الرساله وضحت جدا لأن الحكومة استاذ منير هي الأمن والأمان. طبعا طبعا. وطبعا حضرتك اكيد بتوجه رساله للهاربين بان هم يسلموا نفسهم. يسلموا نفسهم حضرتك، وزي ما حصلوا اخوانهم على الغاء هذا الحكم طبعا هم هيحصلوا ايضا، لان الاحكام لا تتجزأ، ولا سيما ان الوصف والقيد لجميع المتهمين واحد. تمام. يعني حضرتك ال 12 ممكن نقول واحد شرع في قتل، واحد قتل، واحد ساعد، واحد اشترك، واحد لا. تمام. الجميع بوصف وقيد واحد، وبالتالي لما ينزلوا 12 بوصف وقيد واحد قتلوا وشرعوا في قتل وتجمهروا هذه الأوصاف للكل، لما يحصل واحد على البراءة تعم البراءة على الجميع. صح. أما إذا كانت هناك أوصاف وقيد مختلفة لكل متهم على حدة لا يستطيع اللي حصل على البراءة التاني ما يحصلش على البراءة زي. تمام. وبالتالي إذا كان هناك وصف وقيد واحد يسلموا نفسهم وتعاد محاكمتهم وهيتلغي الحكم باذن الله، ويمثلوا أمام الدائرة الجديدة إن شاء الله ويحصلوا على البراءة اللي أنا متأكد منها، لأن الأوراق بتقول إن ليس هناك دليل في الأوراق يدين واحد من ال 12. تمام. خالص التحيه والتقدير ليك استاذ منير سامي جرجس، المحامي والمدافع الرئيسي عن متهمين ابو قرقاص. شكرا جدا لتواجدك معانا النهارده، وعذرا ان احنا اخرناك عن المكتب بتاعك. لا شكرا يا فندم، انا اللي شاكر حضرتك، وربنا يهدي مصر يا رب. الى هنا مشاهدي الاباط متحدون انتهت حلقتنا النهارده، ومشاهدي ايضا قناه الطريق انتهت حلقتنا النهارده من ساعتين على الهواء. وبصراحه يعني مش لاقيه تعقيب غير افتكرته وانا قاعده كده اللي بتقوله شويكار في احد افلامها: ما يحدث في مصر الان شيء لا يصدقه عقل. ان شاء الله هنلتقي بيكم يوم الاحد الجاي في حلقه خاصه جدا من ساعتين على الهواء، هيكون فيها ضحك وغنى وفرفشه وكل حاجه كده بعيده عن الهم والغم والنكد الاسري اللي احنا اشتغلنا عليه على مدار 2012، ودي هتكون اخر حلقه لينا طبعا في 2012 قبل بدايه العام الجديد. انتظرونا في حلقه هتنبسطوا منها جدا جدا، ومش هيكون فيها اي سياسه ولا اي حاجه تزعلنا عشان نستقبل 2013 ايا كانت بابتسامه كده عريضه وبقلب مفتوح للحياه، ونامل ان هي تكون فيها الاحسن والاجمل لمصر كلها والعالم كله. تصبحوا على خير.